السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جيت نحضر معكم اليوم مقيلة اولا مريقة، المهم نسميوها كيف ما بغيتو، بالحوت ديال الفرخ. راه زوين بحال الهبرة، هو راه ما فيه لا شوك لا والو، صراحة كيجي زوين لذيذ. درتو بخيزو، بطاطا، فليفلة، درت غير شوي شوي عارفين على حساب الوليدات. جات بنينة، مقيلة بنينة لذيذة رائعة. شوفوا البلول كي خاطر العسل، ضايله العسل كيقطر، جات مدغمره ومعيسله، شهية لذيذة. ايوا خوتي خواتاتي، باش ديروا بحال هاد المريقه يلا تبعوني وما تزعبيوش. هانتوما خديت الخيزو، نتوما الخيزو غتاخدو على حسب افراد العائله او على حسب الكميه اللي باغيين طيبوا. دائما كنقول لكم اختيار على حسابكم. شوفوا خيزو من بعد ما نقيتو حيدت له القلب ديالو وداكشي، قطعته بهذا الشكل هذا. هنايا الحوت، خديت الطريفات. هنا الإقامة وحده غنديرها مع خيزو مع المريقه، وحده غنشرملو بها الحوت، الزيت والربيع وكوياس ديال الماء صافي. تما الإقامة راه خديت القزبر كارم، شويه كيكات البزار وخرقو معرق والتحميره ومليحه والثومه، جوج دروس ديال الثومه نديرهم في المريقه، ودريس غادي نديرو في مع الحوت نشرملوه. نبداو على بركه الله، بسم الله. ما تنساوش ليا البسمله، ضروري تقولوا بسم الله باش ماكلتكم تكون فيها البركه وتجي لذيذه بنينه. صافي هنايا كناخذوا المقله ديالنا كنشعلوا عليها، كنرويو داك كاس الماء هي كويس، كنضيفوا داك خيزو. المهم هذه الطريقه ديالي، نتوما ديروا الطريقه اللي بغيتو، كله طريقته. هانتوما خديت التحميره، الخرقوم، البزار، قزبر كارم، مليحه وجوج دروس ديال الثوم. يلاه صيفط اختي، صيفط اخويا، لوح في المقيله. المهم كله طريقه ديال الطيب ديالو، انا كطريقتي المهم كتجي لذيذه. صافي درنا داك الربيع وغادي نحركو مزيان صافي. ودابا غادي نقصوا البوطه مزيان، غنديروها كي الشمعه فتيله، ونخليو داك خيزو يتقلى لينا. ايوا غندير الزويته، ما تنساوهاش، انا نسيتها حتى بغيت نقص البوطه وضفتها صافي، ونخليو على جنب. دابا غادي ندوزو للشرموله ديال الحوت. خديت بول، ديك الضريس حكيتو كيف ما شفتو. بعد غادي نضيف الإقامه اللي هي على التالي بزار، قزبر كارم، خرقوم، تحميره ومليحه. يلا صيفطوا لوحو في البول. هذا الربيع، قزبره ومعدنوس. هنايا راه مخلطه زيت العود، زيت الزيتون اسماء الصفدي مع زيت المائده، مخلطاهم بجوج صافي. نلوحوهم تما، نزيدو الزيت على الخليط التخليطه ديالنا ونحركو مزيان يندمجوا لينا العناصر باش يعطيو اللذه والبنه. وما تنساوش بسم الله في اي حاجه تبغيو تبداو، قولوا بسم الله باش تكون البركه في الاكل ديالكم صافي. من بعد غادي نجيبو الحوت ديالنا، غادي نشرملوه بحال هكا. عرفتو واحد الرويحه طالعه من هاد الاقامه كتجي هائله. هانتوما كنشرملوه مزيان باش هذيك الاقامه الحوت يشرب لينا داك الاقامه. عرفتو راه غير هاد الحوت مع لاصوص طوماط كيجي راه يا روعه، يا سلام، كيجي ناضي. صافي غادي نغطيه ونخليه على جنب، نخليه ابار لما تقلى لينا خيزو. نمشيو نضربوا عليه طليله. هانتوما شوفوا الخيزو ديالنا، ايوا راه تقلى مزيان. شو الثومه طابت معكته بحال هكاك. غادي معاك الدرس الاخر حتى هو صافي.
من بعد عرفتي هاد الاكله راه دغيا كتوجد، خاصها ندربن، يعني الا كنتو مضروبين راه دغيا كتوجد الغدا. خاصها يكون كلشي في الدار وصافي. من بعد انا غنمشي نطحن مطيشه. انا مطيشه دائما كنديرها في بحال هكا، حتى كندير خيزو يدخلوا الطياب عندي كندير مطيشه. المهم هذه طريقتي، نتوما ديروا الطريقه ديالكم ولا ديروا بحال هادي راه غتجيكم بنينه وردوا عليا. بعد ما طحنت مطيشه غادي نسيبها. ايوا خوتي، من بعد ما سيبنا هاد المطيشه خواتاتي غادي نضيف البطاطا والفلفله اللي قطعتها بشكل صغير شو باش دغيا طيب، حيت راكم عارفين الحوت دغيا كيطيب، طيب راسو الحوت. خديت فلفله قطعتها على هاد الشكل بشكل طولي، زويتينات، حامض مصير، وهذا الحوت ديالنا اللي شربناه ديجا راه غطيته وخليته. عرفتوا راه شرب ديك القامه، شوفوا النظره فيه كتشهي. ودابا نشدو نستفو ديك الطيطه ديالنا في المقيله، دير على هاد الشكل هذا. من بعد غادي نضيفو عليها الحوت، دوك الطريفات بحال هكا. الفلفله بغيتو ديروها هي عدلوا الحوت ممكن، انا كنبغي نديرها فوق من الحوت صافي. كتستفوا بهذه الطريقه. المهم هاد الفيديو للمبتدئين، من الحريفيات قبلوا عليا، انا واخا كنعتبر راسي انا مبتدئه، يعني هذه اللي عمرها طيبت لي يلا اول مره غطيب تشوف هذا الفيديو. جا ساهل وبسيط انها تنطيب واحد المقيله ديال الحوت، ويا سلام. هاد النوعيه سميتو الفرخ. صافي كنديروا ديك الفليفله كيف ما كتشوفوا من الفوق، كتذوقوها بالطريقه اللي بغيتو. نضيفوا الحامض مصيان، وغادي نضيفوا ديك الزويتينات وديك لاصوص. عندكم تلوحوا هذه ضروري تضيفوها نضيفوها للحوت المقيله من الفوق بحال هكا. عفوا صافي كنديروا داك الزويتينات ديالنا على هذا الشكل هذا. ايوا صافي. من بعد ما كيبقبق داكشي يعني كيتبخ مزيان، ما تنقصوش البوطه حيت الحوت كيطلق الماء. خليو البوطه تكون معتدله، ماشي زايده بزاف وماشي ناقصه. وكيف ما كتشوفوا داك البلول بحال هكا نهزو كنسقيو الحوت ديالنا من الفوق، وديك الفليفله باش هي تشرب ديك القامه تجي بنينه ما تجيش باسله. واهم حاجه ما تنقصوش ليا البوطه، الا نقصتوا البوطه بقيتو تم الحوت كيطلق الماء، الفلفله كتطلق الماء. ايوا هي المقيله ديالنا طابت. شوفوا كي جات، شوفوا البلول كي خاطر ما شاء الله. ايوا العسيل هذا، العسل تبارك الله ما شاء الله اللهم بارك. عرفتوا راه جات روعه صراحه. تمنيتكم كنتو معايا وكاملين كليتو معايا، وكتوجد في الحين. المهم دابا ندوزو لمرحله التذوق. غادي نذوقوا هاد الغديوه، اهم غديوه صحيه وسريعه كتوجد في الحين وكيبغيوها صغار وكبار. شوفوا الحوت كيطيب فتي فتي فتي. انا ما صدقت، انا وقيلا تغديت معاكم ولكن راه واعره جات لذيذه صراحه بنينه. الله يجربوها وردوا عليا الخبار، راه كتجي ناضيه واعره صراحه ما دي من نقول. ايوا مع دابا هذا الوقت اللحم غلا، والله ما الواحد يعطي راسو الحوت بارابور زعما اللحم راه رخيص. والله ما تشريو الحوت صحي فيه لي زوميغا 3 وزوين. ولا داك الحوت اللحم غالي عليا، ودابا بقينا عارفاه باش كيصاوبوه اصلا، ولا داكشي اصطناعي. والله ما الحوت احسن.